حطيت كده ايه كزبره. حلو، ريحه الكزبره ايه. انا بحط كده الكزبره بقى ايه قرب كده من التومه، خلاص ايه هتبتدي ايه خلاص داخله انها بقت لونها كده ذهبي وجميل. بحط الكزبره عشان الكزبره تفضل ايه ريحتها كده في التومه وتبقى فواحه في قلب الملوخيه. تمام كده كده ايه حلوه قوي على التومه كده. هنبتدي بقى ايه نحطها على الملوخيه. هنشهق ولا ايه؟ طيب يا خراشي دي الشهقه بتاعتي. بصوا 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 الجمال، بصوا 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 الحلاوه، وبصوا بصوا بصوا الطعمه. ايه رايكم بقى؟ ملوخيه بقى خضره تحفه. لان فعلا بقى انا حاسه كده بقى ورق العنب ده محتاج بقى شويه ملوخيه ايه خضره كده. حكايه حكايه يا بنات. ازيكم يا احلى بنات وامهات واخوات في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير وحب واطمئنان يا حبايب قلبي. مين بقى فيكم بيحب ورق العنب زي انا؟ بصوا بقى يا حبايبي، انا ورق العنب ده العيش بجد العيش. شايفين انا قفلت صينيه ورق عنب. حبيت اوريها لكم. طبعا بقى ايه مين زي برضو بيحب يحط على ورق العنب الفلفل. يعني انا بقى دلوقتي قدامكم كده هسقي ورق العنب، وبعد ما هسقي ورق العنب بالشوربه هحط بقى عليه ايه الفلفل المفلفل اللي بيديله ريحه وبيديله طعم وبيخليه كده في حته تانية خالص. تعالوا بقى مع بعض عشان انا عايزه اوريكم ايه تركايه بعملها لما ايه بحب كده ايه اسقي ورق العنب بالشوربه. اوريكم يا حبايبي انا بعمل ايه. بسم الله. بصوا بقى كده انا ايه بسقي كده ورق العنب بالشوربه. طبعا انا برضو يعني دي شوربه بس انا برضو بحب احط ايه فيها مكعب. وطبعا حاطه ايه بقى حاطه ملح وفلفل طبعا. يعني انا ايه حاطه في الشوربه محيقاها حاطه ملح وفلفل. عايزه بقى اوريكم كده انا كده ايه سقيت ورق العنب بالشوربه. هبتدي بقى بصوا التركايه دي. هوسع بقى. يعني انا عايزه كده اوسع ادخل بقى ايه الشوربه يعني ايه في الصينيه كده، ما خليهاش كده عايمه ايه فوق. لا انا عايزه انزل الشوربه دي تحت كده. بحيث ان ايه عشان ورق العنب بقى كله كده يستوي يبقى ايه ما اقولكوش بقى. اوريك بصي ايه الناحيه دي برضو. بصوا كده يعني ايه اوسع كده. شايفين لازما الحركه دي تعملوها. يعني لازما الحركه دي تعملوها عشان ورق العنب يستوي كويس. لان في كتير يقولوا لي يا مرمر ورق العنب ما بيستويش معانا. يعني بنشغل عليه كتير وبرده ايه الورقه بتبقى زي نيه كده. يعني ممكن الرز يبقى مستوي بس الورقه بتبقى نيه. طبعا برده انا بدل الصينيه كده كام هزه كده. يعني برقص شويه الصينيه كده بحيث ان انا اضمن ايه ان الشوربه كلها دخلت كده جوه الصينيه كده يا حبايبي. طبعا زي ما انا قلت لكم بقى انا حاطه بس في الشوربه دي ملح وفلفل ومكعب مرقه بس. ابتدي بقى اشغل كده النار. طبعا ايه انا هوسطن. يعني انا مش هعلي البوتاجاز قوي. انا هوسطن النار. تمام. ولما الصينيه تغلي معايا والشوربه تغلي معايا ابتدي ايه اوطي شويه. يعني اوطي النار درجه. هتخش في سوا اكتر ابتدي بقى ايه اوطي النار. اخليها ايه النار تبقى هاديه كده. على الورق العنب دي التسويه ايه الصح الورق العنب. وزي ما انا قلت لكم لازم توسعوا كده تخلوا الشوربه تخش جوه الحله او جوه الصينيه علشان ورق العنب يستوي كويس. كمان تهزي كده الصينيه بتاعتك كده تضمني ايه ان كل الشوربه ايه دخلت جوه الصينيه. عايزه بقى ايه اوريكم بقى الفلفل. بحب كده احط الفلفل ده. عايزه اقول لكم بيخلي كده ورق العنب ده في حته تانية خالص بجد. يعني بيخلي ورق العنب
في حته تانية خالص. بيدي كده لورق العنب كده ريحه وطعم ايه، ما اقولكوش على الحلاوه والطعامه والجمال. انا من عشاق ورق العنب، يعني انا لو كل يوم اكلت ورق عنب مش هزهق. يعني بصوا بقى، يعني اكتر حاجه يعني مش هقول صعبه في عمايلها، بس بتاخد وقت طبعا. ورق العنب بياخد وقت شويه في لفه، بس اسرع اكله بالهنا والشفا ممكن تعمليها، وبس بالهنا والشفا تخلص بسرعه يعني. بصوا 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 القمر، بصوا القمر، شايفين الحركات، شايفين حركات الفلفل على ورق العنب. عايزه اقول لكم بقى، انا بحب في المحاشي احط الفلفل كده، حتى لو عملت محشي كرنب احط برضو الفلفل كده، بيدي ريحه للمحشي. غير الفلفل ده بقى يا بنات هو اصلا طعمه حكايه. عايزه اقول لكم برضو على تركية في الفلفل. قبل ما تحشي الرز في قلب الفلفلايه، رشي فيها من جوه الفلفلايه نفسها، يعني من جوه الفلفل نفسه رشي ملح الفلفل، تدي طعم بقى للفلفلايه ايه. يعني كل فلفلايه كده تمسكيها رشي لها شويه ملح الفلفل كده، بتخلي بقى ايه لما بتيجي تاكلي كده الفلفلايه كده بتبقى طعمها فعلا حكايه. انا بقى ايه هسيب ورق العنب ده بياخد ويدي بشكل ودي كده مع بعضيه، تمام. وهوريكم برضو لما يستوي احنا وصلنا لايه، يعني هوريكم بعد شويه كده احنا وصلنا لايه. بس انا هغطيه كده عشان ايه ياخد بقى ايه اول الغلوات كده بتاعته، وبعد كده هوسطن النار، وبعد كده هبتدي اهدي النار، وهوريكم بقى بعد ما استوى هيبقى شكله ايه. خلاص كده يا حبايبي ورق العنب خلاص كده استوى يعتبر. قلت بقى ايه اعمل شويه ملوخيه كده خضره بقى، علشان ايه بقى ورق العنب ما يتاكلش الا جنبه الملوخيه الخضره. ملوخيه اهي، شايفين حلاوه الملوخيه، شايفين الحلاوه. بعمل بقى التومه طبعا بقى، عايزه اوريكم برضه، هوريكم ايه احنا وصلنا لفين في ورق العنب. بس نعمل التومه الاول بتاعه الملوخيه اهي. خلاص هنحط ايه التومه دي بقى ايه بس كده، تمام. الريحه دي يعني يا ريت كنتوا معايا وتشموا الريحه. شايفين جمال التوم وحلاوته، شايفين قمر. يعني انا يعني يا ريت ما تخليش التومه تغمق منك عشان ما تمررش، يعني يا ريت ما تخليش التومه تغمق منك علشان ما تمررش. الملوخيه اهي انا مش هخليها طبعا تغلي برضو كتير. حطيت كده ايه كزبره، حلو ريحه الكزبره ايه. انا بحط كده الكزبره بقى ايه قرب كده من التومه خلاص ايه هتبتدي ايه خلاص داخله انها بقت لونها كده ذهبي وجميل. بحط الكزبره عشان الكزبره تفضل ايه ريحتها كده في التومه وتبقى فواحه في قلب الملوخيه، تمام كده ايه حلوه قوي على التومه كده. هنبتدي بقى ايه نحطها على الملوخيه. هنشهق ولا ايه؟ طيب يا خراشي دي الشهقه بتاعتي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الطعمه. ايه رايكم بقى؟ ملوخيه بقى خضره تحفه، لان فعلا بقى انا حاسه كده بقى ورق العنب ده محتاج بقى شويه ملوخيه ايه خضره كده. حكايه يا بنات. تعالوا بقى اوريكم ورق العنب، هنشوف وصلنا لفين لورق العنب في المرحله دي بقى. عايزه اقول لكم بقى ايه انا كده طفيت على الملوخيه، اقلبها كده تقليبه بس ايه، و يعني مش هغطيها قوي، هقلبها بس تقليبه كده
عشان ايه؟ ما تغطيش الملوخيه على طول، عشان ايه؟ بعد ما تحطي التومه كده ما تغطاش عشان ما تسقطش في الحل. تعالوا بقى نشوف كده وصلنا لايه، لورق العنب والفلفل الجميل ده وصلنا لايه. انا بقى في المرحله، هو خلاص يعني كده هو استوى. انا في المرحله دي بقى احط ايه؟ شويه زيت كده، شويه زيت كده يدوا بقى لمعه كده، ايه الزيت ده يدي لمعه كده بقى لورق العنب، ويدي لمعه كده للفلفل، يخليه ايه حكايه. شويه زيت صغيرين كده بس. شايفين الجمال؟ عايزه اوريكم كمان ده غدانا يا جماعه النهارده، يعني فضل ونعمه. دي فراخ شويها في الفرن، شفتوا لونها ذهبي جميل ازاي. عايزه اقول لكم الريحه. تعالوا بقى مع بعض نشوف بقى ايه الورق العنب والفلفل اخبارهم ايه. شايفين استوى خلاص. يعني انا كده ورق العنب مش محتاج اي حاجه. شايفين بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين الجمال؟ شايفين ورق العنب؟ شايفين؟ مش زبده، مش محتاج اي حاجه بقى كده، هو استوى. فلفل طبعا هو سخن بقى، فبجد الريحه ايه، ايه حكايه. هو كده خلاص كده استوى. عايزه اقول لكم بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه ولايك وكومنت حلو كده بدعوه حلوه ليك منكم ليا كده. وده كان غدانا يا حبايبي النهارده، ورق عنب وفلفل والملوخيه القمر دي. اوريها لكم، القمر دي، الخضره القمر دي، تمام. والفراخ اللي انا عاملاها شوياها في الفرن، اللي عايزه اقول لكم ريحتها قلبه الشقه وجايبه اخر الشارع. يلا ما تنسيش الاشتراك واللايك وكومنت حلو منكم. باي باي يا حبايبي.